تين هاج ما هوش ضحيه وبس، ولا هو المشكله كلها، لكن هو جزء كبير من المشكله، وهو فعلا مش قادر يحارب لوحده والشيله كبيره عليه، وعندي تحفظات كتير عليه برغم ان هو اصلا في انفايرمنت او في بيئه غير صالحه للنجاح. يعني انت كل يوم والتاني عندك مشكله مع لعيبه، من ساعه كريستيانو رونالدو لحد جيدن سانشو. ثانيا في صفقاته واختياراته، انت ايه معاييرك؟ لعيبه تعرفها من هولندا وخلاص؟ طب يا سيدي انت عايز تلعب بانهي اسلوب دفاعي وتلعب على التحولات، ولا ضغط عالي، ولا دوميننت فوتبول وبيلد اب من الخلف؟ ولو انت جايب اندري اونانا مخصوص عشان يلعب برجله، فهل اونانا هيسلم الكره لمرابط وكاسيميرو وليساندرو مارتينيز؟ هم دول بقى الكويره؟ الخلاصه ان دلوقتي اتلم مدعوس على خايب الرجا، مدير فني تايه ورؤيته مش واضحه، رئيس تنفيذي للنادي ريتشارد ارنولد بيرمي اللوم على معظم المشاكل دي على العهد السابق بتاع وودورد، استاد وملاعب تدريب بيتصرف عليها فلوس لكن في نفس الوقت بشهاده الجميع لم يتم تطويرها بشكل مناسب، وحتى ملاك يوم يقول لك هنبيع ويوم يقول لك مش هنبيع.